ضيفنا على شاشة المصرية وليالي القاهرة مدرب المصري الأول لقانون الجذب محمد زكريا. أهلا بيك يا محمد معانا النهاردة في ليالي القاهرة ومنورنا على شاشة المصرية. اهلا بيك واهلا بيكم منورين متحف سعد زغلول. يعني كلمني في البداية تعريف قانون الجذب إيه هو؟ هو قانون الجذب كان في كتاب نزل من فتره لمؤلفه اسمها روندا بايرن، هي منتجه افلام استراليه. كانت بتقول ان انا لقيت السر ده سر عظيم، لو الناس بدات تستخدمه هتبدا توصل للسعاده، توصل للمال، توصل لجذب شريك الحياه. وهي باختصار ان جسم الانسان عباره عن مغناطيس بيجذب بيه الحاجه اللي بيفكر فيها طول الوقت. فلو انا بفكر طول الوقت ايجابي بجذب ليا شيء ايجابي، لو بفكر سلبي ببدا اجذب لنفسي شيء سلبي. دور قانون الجذب في ثورة 25 يناير كان دوره إيه؟ هو الدور طبعا كان كبير جدا، لان احنا عندنا اي حاجه علشان اجذبها ليا لازم افكر فيها بايمان قوي ان هوصل للحاجه دي. هو يمكن علشان الناس كانت مؤمنه جدا انها هتوصل لثوره يناير، او هي مش ثوره يناير قد ما كانوا مؤمنين ان هم عايزين يغيروا وعندهم القدره ان هم يغيروا. فده اداهم دافع، فبدات الطاقه بطاقه طبعا بتنتشر بين الناس، فبدات يزيد الايمان. فلما زاد الايمان حصل الحمد لله الثوره. طبعا الثوره واي حاجه في الدنيا بتحصل بيبقى ليها تحليل وتفسير في قانون الجذب. فهو بيفسر لنا ان انت لو امنت بحاجه قوي وكنت عايزها بشعور واحاسيس جامد قوي هتوصل لك. وده اللي حصل لنا وقت الثوره، ان احنا الفرق بين زمان وقبل كده ان الاول كان الناس عايزه تتغير بس كان مجرد عباره عن امنيه او تمني ان انا عايز اغير، بس انا مش عايز احط ايدي في التغيير دوت. انما اللي حصل في الثوره ان الشباب فعلا نزلت. فسبحان الله اي حاجه بتيجي بالفعل، ان ما بتجيش بالتمني ان اقعد في البيت وافضل اتمنى. فلما نزلنا ولما اشتغلنا قانون يشتغل والحمد لله. الندوة النهاردة بتحمل عنوان إيه؟ النهارده قانون الجذب والانتماء، بنتكلم فيها عن الانتماء للوطن، ان احنا ازاي نزود انتمائنا. كمان عملنا دعوه، احنا معانا النهارده سياده اللواء احمد الفولي. هو كان من ضباط الشرطه، هو الان شغال رئيس الاتحاد الافريقي للتايكوندو. فكان بيكلمنا النهارده ازاي بقى الفتره اللي جايه وازاي الشباب بيبداوا يتعاملوا مع الشرطه، وان لازم طبعا الشرطه تنزل ولازم يبقى الوضع اللي كان الاول لازم ده بقى يبدا، يعني الصوره تتغير ويبدا يبقى في تفكير جديد باذن الله.